العميد راهو راجلي دقوا جاو مجموعة من الأشخاص دقوا على جرس الباب وطلبوا من ولدي باش يجيو يخرج معاهم وعيط لبوه لأنه ضربوا له السيارة نتاعو. خرج الأستاذ العيادي هو ولده قالوا له اخزر راهو السيارة مضروبة وهما يوريوا فيه في السيارة وهما معناها كانت هناك مجموعة كذا سيارات بارتنير وركبوه خطفوه حملوه في البارتنير بالقوة بالعنف وحملوه هزوه إلى وجهه وحاول ابن الزميل يقاوم يعني باش يشد ابوه. مع الاسف الشديد هذه عمليه اختطاف الزميل عبد الرؤوف العيادي. بالنسبه للزميل شكري بالعيد يعني ما عنديش يعني يمكن هو توي هذا من جهه اخرى انا مباشره بعد حصول علمي للموضوع اتصلت بالسلطات المعنيه، اتصلت بالسيد وزير العدل واستغرب الموضوع وقال لي الاستاذ عنده حاجه معناها تتبع. قلت له ما عنده حتى تتبع اللي مصبح حدايا. قال لي تو اللي نجم نعمله واتصلنا بالجهات الاخرى وزاره الداخليه الى اخره. وفي الحقيقه كل واحد يقول اللي نجموا نعملوه اتوا نعملوه وحملنا بالطبع كل الناس حملناها مسؤوليتها والحمد لله الزملاء خرجوا. شيء ألم اللي ورهونا الزميل حقيقة معناها الشيء يندى له الجميع. أنا الكلمة لكم زميلاتي زملائي في الهدوء في إطار الهدوء سنعطي الكلمة للأستاذين عبد الرؤوف العيادي وشكري بالعيد ثم الكلمة لكم. السلام عليكم. سيد العميد، السادة الزملاء الزميلات، هو كنت على عيد من البارح مبادرة في بعض المناضلين يعني عملنا تجمع وأخذنا فيه كلمة وكان ذلك يعني من منطلق التضامن مع أهل سيدي بوزيد وغير سيدي بوزيد. رد السلطة يعني احنا كنا نعتبر ان المحاماة يعني هي، وإذا تعرفوه في التاريخ كانوا شكلوا قادة الحركة الوطنية، كانوا في النضال الديمقراطي هم اللي اعطاوه. فقلنا يعني وفاء لهذا التاريخ ان المحاماة ما لازمناش تستنى التعبير عن تضامنها، وهذا حدث في سبقونا جهات فقلنا ما نزيدوش نستناو وعملنا. خلينا الكلمة مشكلتنا احنا شنو احنا نريد ان نعيد الكلمة الشرعية لان كما تعرفوا على مدى 23 سنة العهد المظلم هذا كان دائما خطاب التزييف الى ان هبط الشارع قال الحقيقة. الحمد لله احنا كنا نعتبرها امانه الكلمه، قلناها الكلمه عبرنا عليها في المداخله. طبعا لازم تدفع ثمن. العشيه يعني جاوني 3 سيارات وعملوا لي عمليه اختطاف نتاع معناها مشهد سينمائي اكثر منه هو، ويعني جردوه بالاخر يعني قاومت الحقيقه. أنا ما نجمش نسلم روحي. لأن لازم نفهموا المحاماة هي على رأس المقاومة، وهي تقاوم الشر، وهي تقاوم السرقة، وهي تقاوم الاستبداد والاستعداد. التعذيب هذه
هذا نظام التعذيب، نظام التعذيب الفات العملية شيء يندى له الجبين، يعني الإنسان يحشم الروح، وهذا يعرفوه الزملاء الكل يراه يعني مش حكاولنا شيء كبير. أنا الضريبة هذه كنت تعاملت كمواطن عادي، ما تعاملتش كمواطن، يعني هزوني كما مواطن عادي، عملوا علي بلوزون على وجهي، ركبته على فمي باش ما نتنفسش، هبطوا على ضخ، أنا مانيش راكب السيارة، أنا ممدد بين الأربع كراسي، المساحة هذيك، وما عنديش حق نشوف وين ماشي. قالوا برا نطلع به للجبل. بقات السيارة تدور، أنا قلت لي عملية انتقام يعملوها الترابلسية ولا حسب الإجرام مش هذا مش مشكل. ندفع الضريبة مش مشكل. أنا ما نخافش الحمد لله، بعمل خوف. لن نخاف. أصحاب قضية أصحاب القضية لما يواجهوا أصحاب الثروات المسروقة هذاك ايش يصير؟ لابد من المواجهة. يعني مشاو بالسيارة حوالي يجي ساعة وربع فهمت؟ واللي امين اوش عنه هذا ايش لبس؟ ميكرو ان شاء الله هدايا وشرف لمحمد. أنا أحمد الله سبحانه وتعالى أني شرفني أني قطرات دم كانت مشات مع دم إخواننا وأبنائنا. أيوة يعني حطوني بحافية، ما عندي شيء صحيح حافية. هذا المليون عملوا لي كما ما ثقافة البوليس السياسي، ثقافة غوانتنامو. هذا ما يصاب جرائم واحتلوا البلاد ومثقفين عقيدتهم عقيدة غوانتنامو. فمن جبت الدائرة ما جبتوا لي قناة تدافع على الإرهابيين. الإرهابيين هذوما ينجم يكونوا معناها أنت في اوتيل وما يفجروك. نسمع يحاسبوا فيا في برشا حاجات، لكن ما كاينش لا تحت لا شيء. خلاوي حافي سقي على الواحد، والهيئة هذيك محامي شيخ تقييم الأخلاق، لا أتحدث عن البذاءة ولا أتحدث عن مستوى العصابات. هذه ثقافة العصابات البذاءة، لا ينطقون إلا بالبذاءة ولا يفعلون إلا سرقة، حيث أنا لقيت الحالة هذيك 10 بعد جاني قال لي عندك محضر صح؟ لا محضر. قال لي انت شنو الشعارات؟ قلت له ما نجاوبكش شكونك انت؟ قال لي ما يهمكش فيا وكذا وكذا. قلت له انا وين؟ قال لي ايش بيك انت في سبخه ولا في ما؟ قال لي ما عرفتش وين اعطيني شنو الوقع اللي انا فيها؟ شنو ما يجاوبكش؟ هذيك باش يبقى التعامل مع الرقم مع المحامي. هكذا فكرت شعبنا المغلوب على امره، شعبنا المسكين اللي تو حب ينادي بالخبيز يد وجه فيه بالرصاص رحمه الله. ثم يطلع المسؤول الاول يقول مازلنا باش نحاكموا باش نرهبوا عن غير استحياء. احنا لا نخاف، احنا سنكون مع شعبنا. وانا اعتقد ان اول واجب للهيئه ان تشكل مجموعه نمشيو نجيبوا زيت
الحوار آلية ديمقراطية لازم تعرف تفهم. يعملوها الناس ديمقراطيين ما يعملوهاش الناس جماعة في الجرح برج وتعذيب والترهيب. قال لي شنو هي الدولة؟ أنا ما فيش امرأة من نقطوك برصاصة ولا أنا متفجر السيارة. تهديدات من بطنة وكلام. لكن احنا نعتبر أن القضية الحوار يا سيدي العميد، الحوار يعني الحوار والآلية الديمقراطية مش يعني نقعدوا ندوروا على الفرنسيين وطوبوا بيقوم ما ثم شيء حوار. وإذا كان هو حوار راه شرعي يعني من مقام من يعبر على موقف. حوار شنو غريبته؟ غريبته أن يتخلى على مبادئ، أن يتخلى على قضايا، أن ما نقفش مع شعبي. شنو الحوار؟ هذا شيء. هذا حوار. شكرا لكم. أنا أثرت بياسر تحيتكم لي. نشكروك يا أستاذ عبد الله.